شفتوا ماتش مصر والارجنتين؟ انتوا عارفين ان المكاسب اللي كسبناها بعد الماتش ده اكتر واكبر بكتير قوي من الفوز بكاس العالم نفسه. المكاسب كانت كتير قوي، بس اهم مكسب كسبناه من التجربه دي هو ان احنا عرفنا ان احنا نقدر. والرئيس قالها للشباب امبارح، قال لهم انا بشكركم عشان عرفتونا ان احنا نقدر. هي دي النقطه اللي بنبني عليها. اللي حصل باختصار ان شويه رجاله رايحين كاس العالم، لا معاهم ادوات ولا معطيات، وكل الظروف اللي حواليهم بتقول ان هم هياخدوا نفس العلقه اللي فاتت، حتى الاعلانات بتاعت بلدهم. بس الفرق ايه؟ ان هم عملوا 3 حاجات. 1، هم عملوا اللي عليهم بالكامل. 2، عملوه باتقان وتفاني وبذلوا كل الجهد. 3، ودي اهم نقطه، ان هم صدقوا ان هم يقدروا. عايزين تعرفوا حجم الحدث ده ايه؟ تخيل ان يوم 7/7 الساعه 7 بالليل 120 مليون مواطن شايفين ان المكسب الوحيد ان احنا هنقابل بطل العالم في ماتش رسمي مش ودي. واكتر التوقعات ان احنا هنشيل هيفي سكور. بعد ساعتين 120 مليون بني ادم زعلان انه خسر من بطل العالم اللي كان من ساعتين بيقول انا قابل ان انا اشيل 3-4. 120 مليون زعلان انا ازاي ما كسبتش الارجنتين. يا جماعه متخيلين حجم التحول القاسي في المينتاليتي بتاعت 120 مليون مش عارفين يعملوا موف اون ل10 دقايق؟ مش فرحان انه خسر 3-2 من حامل اللقب، هو شايف ان انا الاحق. تخيلوا الماتش ده ودى المينتاليتي والعقليه بتاعتنا كلنا، لا ده الشعب بالكامل شايف ان انا ازاي اخسر من الارجنتين. انا ما ينفعش اخسر من الارجنتين. فارجوكم لو احنا خدنا التجربه دي ان احنا حزننا على ان احنا خرجنا من كاس العالم وكان في احسن والكلام ده، احنا بنضيع على نفسنا فرصه عمرنا. اللي المفروض يحصل ان يوم 7/7/2026 ده مش يوم نهايه الحلم، ده يوم بدايه الحلم لجيل والاجيال جايه كتير من اولادنا. عايز تعرف ليه هو يوم بدايه الحلم؟ لازم تعرف الاول قصتك انت كشعب عامل ازاي. انتوا عارفين احنا مين؟ احنا الشعب الوحيد في العالم كله اللي يعرف يغزل برجل حمار. مفيش مخلوق خلق ربنا زينا في الحته دي، الى جانب ان احنا عندنا عقيده في حياتنا اسمها الرجوله. تعريف الرجوله عند الشعب المصري اقصى بكتير واصعب بكتير من تعريف الرجوله العادي عند بقيه شعوب العالم، ومحدش علمها لنا. يعني انا ابويا ما قالهاليش وانا ما قلتهاش لابني، بس هي مخلوقه جوانا. ان احنا لما حد بيقع في مشكله اول حاجه بتقولها له بتقول له خليك راجل، وبندوس على ايدينا. دي معناها ان الراجل في قناعه المصريين ما بيتعصرش، انت ما ينفعش تتعصر. معنى الرجوله عندنا في عقيدتنا مرتبطه بالجلد لظروف من الاف السنين مرينا بيها. احنا لا قدر عليه انجليز، ولا قدر عليك حمله فرنسيه، ولا قدر عليك تتار اللي كنسوا العالم كله. يا شباب احنا بعيد قوي في المهارات والعقيدة عن اي حد تاني. الاجيال بتاعتنا اللي جاية دي لو عملوا ال3 حاجات دول بس، عمل اللي عليه، اتقن عمله، صدق حلمه، والله لا تبهروا العالم دي كلها. ده انتوا هتفكوا الكوكب ده وتركبوه على مزاجكم. بس ينقصنا المينتاليتي ان انا اصدق. تخيلوا الشباب اللي قاعدين، انت قاعد وانت عندك 20 سنة قاعد بتهبب ايه؟ خلاص احنا كمصريين مكتوب علينا ان مفيش الرفاهية بتاعت ان حد يديلك حاجة وانت تشتغل وتنجح. اي بني ادم في اي دولة في العالم بيحتاج شوية حاجات عشان ينجح ويبقى شاطر. محتاج ان شاء الله يا رب تكون فلوس، علم، تكنولوجي، ظروف محيطة، اي حاجة، بس في الاخر هي حاجة بره ايده. الا احنا الشعب الوحيد اللي كل حاجتنا في ايدينا. بتعوض نقصك في الامكانيات او الادوات اللي معاك بمجهودك وبتصديقك لنفسك. فتخيل ان انت الدنيا اسهل لك من الناس دي، لان اي حد تاني هو عشان ينجح محتاج حاجات بره ايده. انت عشان تنجح الحاجات اللي انت عايزها كلها تحت ايدك. انا ما بتكلمش كوره والله، انا بتكلم على مستوى المجالات. احنا نقدر نعمل كل حاجه، بس مشروطه بان انا اصدق واتقن عملي. لما اجي اسال على كاس عالم 30-30 هيقول لك
احنا اول حاجه نقبلها قبل النهايه. عمر الموضوع ما كان النجاح، القصه اولها واخرها انت بتستحمل الفشل قد ايه، تعرف تقوم ازاي. لان الحياه باختصار يا جماعه لا عمرها لا كانت جنه ولا بتدينا اللي احنا عايزينه. الحياه ما هي الا الكثير من الاحباطات يليهم القليل من النجاحات. انت مش هتشوف نجاحك غير لما تقع وتقف 100 مره. من الاخر يا شباب، الخناقه دي عشان تطلع منها مش ان انت تكون بتعرف تضرب، عشان تعرف تخرج من الخناقه دي ان انت تكون بتستحمل الضرب. قد ايه انت بتستحمل الضرب؟ لانك لو قدرت تستحمل الضرب انت كده كده هتعرف تضرب، وكده كده هتعدي وهتشوف نجاحك وهتشوفه بعينك. لكن ان انت تقعد تولول، مفيش الكلام ده. الكلام ده اتخلق للناس اللي بتصوت وتلطم، مش لينا. احنا معناش رفاهية ان احنا نقعد نشتكي، ده المطلوب مننا. سيب الشكوى لاهل الشكوى، احنا اتخلقنا ما ينفعش نشتكي، مش هنلحق. شوية شباب صغير اقصاهم 30 سنة 35 سنة، اكبر واحد فيهم، وروك ان الموضوع ينفع. ما بنقولش سهل، بنقول ينفع، بس ينفع بأدوات في ايدك، مش محتاج حاجه من حد. وعايز اقول لكم حاجه يا شباب، لو انت مش مصدق كلامي بص في الدايره اللي حواليك، بص في عيلتك، هتلاقي فيه نموذج او 2 أو 3 وقد يكونوا اكتر، ناس كل الظروف اللي حواليهم المحيطه بتشجعهم ان هم يفشلوا، ولو فشلوا محدش كان هيلوم عليهم. هو مرضاش يقبل بالفشل. النهارده اللي بيعدي من جنبه بيفتخر انه عدى جنب راجل. كان بقى مفيش عيله في مصر غير وفيها نموذج او اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه، من اللي صدق نفسه. فاحنا محتاجين ايه اكتر من كده؟ ان اللي مني عمل كده، انا شفته بعيني، ناقصني ايه عشان ابقى زيه؟ مع ان زي ما بنقول كل الظروف اللي حواليه بتقول له هتفشل، وما فشلش. في كل عيله مصريه فيها 1 أو 2 أو 3 من النموذج ده. فاحنا محتاجين نكتر العدد ده، محتاجين نوصل ان كلنا نبقى كده. هي طبعا في ناس هتفشل، دي سنه الحياه، بس اهم حاجه ما بقاش طول ما انا بقول مش انا، هتلاقينا كلنا ننجح.